ماشي يا حبيبتي، عايزه حاجه؟ هتوحش قوي والنبي يا علي ما تاخر عليا تاني. ها والله انا لو عليا مش عايز امشي وحياة ربنا. ماشي. يلا بقى سلام. ماشي. طيب سلام سلام. استنى ما تقفليش. عايز ايه يا ابن عمي؟ لسه برضه واقفه على اللي في دماغك؟ يا دي النيله يا مندو بالله عليك، خلاص قفلناها سيره. انا دلوقتي واحده مخطوبه ومش هينفع الكلام ده. وانا ابن عمك، يعني اولى ليك يا احسن من الغريب. فاهمه ولا مش فاهمه؟ لا قريب ولا غريب يا ابن عمي، كل شيء اسمه نصيب. يعني ايه الموضوع وايه الحوار؟ هو في ايه؟ جرائل ده كله يا سيدي. انا مش بحبك، بتكلمني كده ليه اصلا؟ بس انا بحبك وهفضل احبك. واقول لك على حاجه، انت ليا. طيب ابقى وريني بقى يا شاطر. ايه يا روعه واقفه بالزعاق ليه؟ كويس ان انت جيت يا بابا. شوف بقى حل مع ابن اخوك ده. خير عمل ايه؟ ايه يا مندو؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا عمي، سلام. لا استنى بس هنا، اقف كده وقول له انت كنت بتقول ايه. خلاص يا روعه، حصل خير. مفيش حاجه يا عمي. لا في. استنى بس يا مندو. الاستاذ يا بابا جاي شايف خطيبي ان هو خارج من عندنا، بيقول لي انا بحبك وانا اولى من الغريب. ايه رايك في الكلام ده؟ الكلام ده ما ينفعش يا مندو، والكلام ده عيب. دي زي اختك، دي بنت عمك لحمك تعرك. عيب اللي انت عملته ده، وما لكش دعوه بغيرك، ما تبصش لغيرك. كل واحد في الدنيا بياخد نصيبه يا مندو. ماشي يا عمي، كلامك في دماغي، بس خلي بالك انت السبب. انت اللي عملت كل ده. يا مندو انا ما رضيتش اعمل كده عشان انا ما اخسرش اخويا. ليه؟ النسب، احنا عايزين نبقى اخوات ونقف مع بعض. النسب ممكن يزعلنا من بعض، وانا بحب اخويا. قول له يا بابا عشان ده محتاج ان هو يعرف من جديد. بس انا وبنتك مالناش ذنب في كل ده. انت واخوك تستفلوا مع بعض، تزعلوا مع بعض، لكن هي تكون مراتي ونكون مقفول على باب واحد. محدش هيكون له عندنا حاجه خالص. ولما بنتي تجيني زعلانه يا مندو، اخد حق ازاي؟ مش هعرف اخد حقه، لان ده اخويا. اعمل ايه؟ يبقى انت كده حطتني في موقف وحش. فيا ابني دي اعتبرها اختك، وقف جنب منها، مش تقف ضدها. والجواز اسمه نصيب، كل واحد بياخد نصيبه يا مندو. بلاش تحسبها غلط. خلاص ماشي يا عمي، انا اسمع كلامك، وفعلا كل شيء اسمه نصيب. سلام. سلام يا اخويا. يلا يا بابا. ماشي يا بنتي، لا حول ولا قوه الا بالله. كده بقى مفيش الا حل واحد بس، ان انا احاول اخليها الصبغه تبقى ده. بس اعمل ايه؟ تعمل ايه يا ولا يا مندو؟ تعمل ايه؟ تهت ولقيتها. بابا انا خايفه قوي ان مندو يعمل مشاكل ما بين انا وخطيبي. لا يا بنتي، مندو مقدور عليه، ده منا. وانا ليا كلام معاه تاني، انا هتصرف معاه. بابا لو علي حس باي حاجه هتبقى كارثه سودا. انا مش عايزه ان جوازي يبقى فيه اي مشاكل بسبب العيله وبسبب كلام عمي وابن عمي. بالله عليك يا بابا شوف لي اي صرفه في موضوع مندو ده. يا بنتي اعتبريه حل، مندو قريب وان شاء الله هشوف تصريف معاه. ما تقلقيش يا بنتي. خير ان شاء الله يا بابا خير. بس انت مالك مقلقه قوي لا كده؟ انا اتكلمت معاه، وما دام اتكلمت معاه خلاص الموضوع اعتبريه منتهي. يا بابا طبيعي ان انا اقلق. ازاي ما اقلقش؟ مندو شابط كويس قوي ان هو يتجوزني وبيحبني، واللي بيحب ده ممكن ان هو يعمل اي حاجه عشان ان هو ما يضحيش بحبه ده في سبيل اي حد. لا يا بنتي، مندو ابننا واحنا مربيينه وعارفينه كويس، فما تقلقيش. خلاص ماشي يا بابا ربنا يستر. انت بتعمل ايه؟ تعال. اللي بعمل ايه؟ انت مين حضرتك؟ ايه ده، انت مش عارفني؟ لا ما اعرفكش. يا بنت اللذينه روعه. في ايه طيب فهمني. هو انت مش قايل لي ان انا ابن عمك؟ المهم بقول لك، ايوه قول. انت ايه اللي رماك على الناس دي؟ ناس مين؟ الناس دي انت تعرفهم ماشي عشان تتكلم عليهم كده. انا كنت مستاجر، هنا في وشهم، واللي في وشهم طفش من البيت يا عيني، من العار. عار؟ ايوه قال لا، قال مستحيل اقعد في وش البيت ده. اسمعني يا استاذ، انا لما جيت قعدت فالراجل صالحني قال لي يا ابن الحلال، انا قبل ما اسيب لك الشقه هقول لك كده على كلمتين بس ما تاخذنيش يعني. بقول له اتفضل قول. قال لي انت عارف، انت عارف انا سبت البيت ده ليه؟ قال لي بسبب الناس اللي في وشك دي. قال لي فوق البيت كده مش محترمه. ايه يا عم الكلام اللي يا انت عم بتقوله ده؟ اسمعني بس قبل ما يسمعوا، اسمعني. فقال لي يا ابني نصيحه مني، لو لقيت اي واحده
وقال لي يا ابني لو لقيت اي واحد جاي يتقدم للبنت دي انصحه وسيبه بقى على ربنا. اقتنع ماشي، ما اقتنعش هو بقى وبدماغه. يا عم تعالى دغري، انت عايز تقول ايه من الاخر؟ البنت دي كانت بتكلم واحد 15 سنه، نعم. كان مع بعض في ابتدائي وتربوا مع بعض عادي. ما هو اي حد بيتكلم قبل كده يعني، ده طبيعي. المهم انت عايز تقول لي ايه؟ انجز عشان انت قلقتني. في ايه بقى بالظبط؟ عايز اقول لك يا ابن الحلال ابعد ابعد وانت لسه على البر احسن ما تبعد وانت. لا بقول لك ايه، واحده واحده بقى كده وفهمني انت عايز تقول ايه بالظبط. بص يا ابن الحلال، انا مش بحب اتكلم على الولايه عشان عندنا انت عارف بقى. يا عم اعتبرني اخوك، يعني لو في حاجه غلط قول لي. طب اسمع بقى. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ايوه يا شقه، سلام. ايه ده علي؟ انت ايه اللي مخليك واقف هنا اهوت ومش مركز؟ في عادي، ايه؟ واقف عادي. في مشكله؟ حبيبي انت بتكلمني كده ليه؟ هو انا ضايقتك في حاجه؟ اه ما انت مش هتضايقيني طبعا، وانا مغفل عادي، مفيش مشكله. واحد يلبس، ايه المشكله برضه ولا ايه؟ انت اتجننت ولا ايه يا علي؟ جنني؟ واحد يلبس في ايه ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ انا يا علي، يا علي ده انت عارف ان انا بحبك ازاي. انا ازاي يعني هخليك ان انت تلبس مكان حد؟ هتلبس ايه اساسا؟ هلبس ايه؟ ده انا ما كنتش اعرف ان انت كده رسمه وش الملاك من بره وانت من جوه حاجه تانية خالص. يا ايه ده؟ طب ليه؟ طب صرحين. يا حبيبي طب صلي على النبي. خلينا ان احنا ندخل بس وان احنا نتفاهم كده ونتكلم نشوف بس في ايه. انا مش هادى ولا حاجه يا هانم، وابن الجيران قال لي عليكي كل حاجه يا هانم. ابن الجيران؟ اه عرفت. مندو انت عارفاه اهو، يعني عارفه. عشان ابن عمي. ابن عمك؟ طب انت اساسا ما قلتليش ان ده ابن عمك ليه؟ طب ادخل بس يا علي معايا وانا هفهمك. هدخل تاني؟ انا سمعت كل حاجه. تعال يا علي يا ابني، خش. تعال. تعالى يا علي. انا هدخل عشانك انت يا حاج. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ الواد هيطلع بالذهب بتاعه هو اللي ربنا هيتمم بخير، بس ربنا ما يتمها على خير. بس يا ابني، وادي كل الحكايه من طقطق لسلام عليكم. يا رب تكون بس مصدق يا علي. طبعا مصدقك يا حاج، بس انت حط نفسك مكاني. لما الاقي واحد من الجيران بيقول لي الكلام ده، عايز نعمل ايه؟ يا علي هو انا مقدره موقفك على فكره، بس الامر كله ما فيه ان مندو هو ده، دي شخصيته وده طبعه، مش عايز ان اللي قدامه ان هو يروح من ايده، فاضطر ان هو يقولك بس اي كلام عشان هو يبوظ بس خطوبتنا ويبوظ جوازتنا. بس برضه يعني في واحد يبقى ابن عمها يسوق سمعتها بالشكل ده، انت بيشوف اي طريقه تانية. هو ده تفكيره وهو الشخصيه دي كده. بقول لك ايه، تعالى ان احنا ندعي له ان هو ربنا يهديه لحاله وان هو يلاقي بنت الحلال، لكن مش معنى كده ان انت تصدق اي حد يقول لك كلمه عني، ده انا هبقى مراتك. طب افرض بقى عمل مشاكل تاني وما سكتش وقعد يحكي ويتكلم، ولا ايه يا حاج؟ يا ابني مندو طيب، بس هو كده بيحب كل حاجه حلوه واناني، يحب ياخد كل حاجه لنفسه، فهو عمل كده عايزها لنفسه. انا اسفه يا بابا ان انا هقطع حضرتك. بص يا علي، احنا كلها خلاص كام شهر وهنبقى مقفول علينا باب واحد. ما تاخذنيش يعني، ولاد الحرام كتير وبيبقوا عايزين ان هم يوقعوا البيت ويخربوا كيوت والشيطان يدخل البيت ده ويهده. المفروض يا حبيبي لو اي حد جه قال لك اي حرف عليا، بعيد ان انت تكون واثق فيا وان انت تكون عارف انت مختار مين زوجه وام لاولادك، برضو ان انت تتاكد ايه الدليل على الكلام ده، ايه صحه الكلام ده فين. حط نفسك مكاني، لو حد جه قال لك نفس اللي حصل ده هتعملي ايه؟ يا حبيبي على راسي، صدقني على راسي ان انت تقول لي كلمتين زي دول وان انت دمك يكون محروق ومتضايق، بس صدقني لو انا مكانك في وضع زي ده هحتاج منه دليل. لو لقيت دليل قبل ما اخد اي رد فعل معاك هاجي ان انا اسالك. ممكن كنت تبقى مش حابب ان انت تقول لي حاجه تكون محروق منها، بس مش هاجي ان انا اقول لك ولا طلقني ولا هقول لك ان انت تنهي موضوعك معايا. يسلم لسانك يا بنتي. حصل خير، حصل خير يا حاج، حصل خير. انا هقوم امشي بقى عشان سايب الشغل، ويلا بقى يوم نبقى نعوضه تاني. روح يا ابن الله يصلح حالك. يلا عايزين حاجه؟ توكل على خلي الله. بالك من نفسك. يا بنتي معلش. قلت لك يا بابا، قلت لك مندو مش هيحلني من دماغه، قلت لك هيسبب لي مشاكل لجوازتي. يا بنتي معلش، نتحمل وناخد الامور بالراحه لحد الامور ما تعدي. الله يهديه حاله. انا قايمه يا بابا بعدين. يا بنت عمي،
ولا اقول لك ايه يا بنت الحته؟ ايه اللي حصل؟ تمت ولا البقاء للاقوى؟ تصدق بالله يا مندو، انا كنت متاكده كويس قوي ان انت مش هتحل اصلا الموضوع، انت هتبوظ. بس انا عارفاك اولك من اخرك ايه، والحمد لله خطيبي بيحبني وما صدقش ولا حرف من اللي انت قلته. يعني ايه؟ كل اللي انا عملته راح على فشوش؟ يعني ما قالكيش كلمه كده ولا كده؟ بس عادي، ملحوقه. لو ما باظتش المره دي هتبوظ المره الجايه. يعجبني قوي ثقتك اللي غير اي اساس موجوده. بقول لك ايه يا مندو، انا عايزاك بس تعمل حاجه حلوه، تدخل تظبط نفسك وتنزل تشتري لك اجمل بدله عشان تبقى تحضر فرحي. باي. احضر فرحك باباي؟ عايز اقول لك يا بنت عمي مش هيحصل، ولو حصل واتجوزتي انا هبوظ لك الفرح، هخربهولك، هولع لك فيه. يعجبني فيك ثقتك القويه، ابقى وريني يا مندو. باي. ماشي يا بنت عمي، هوريكي، وانا وراكي والزمن طويل، وزي ما قلت لك مش هتتجوزي الا انا، وهنشوف بقى مين كان مين اللي هيمشي، انا ولا انت.